ازيكم حبايب قلبي، وحشتوني. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. والنهارده بقى تالت يوم من رمضان. هنقول صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام، واذكروا الله يذكركم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ونبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل اي ما اقول اي حاجه خالص خالص، الهي اللي يحط لي لايك ربنا يسعده. الهي اللي يحط لي لايك ويعلق لي ربنا يكرمه ويحقق له كل اللي بيحلم بيه يا رب العالمين. ساعدوني بلايك يا جماعه، لان انا والله تعبت، يعني بعمل فيديوهات من غير لايك. فيا رب اللي يحط لايك ربنا بحق الايام الكريمه دي، بحق الايام الكريمه دي ربنا يسعده. النهارده هتعملي ايه بقى يا ايمي؟ النهارده هعمل لكم بقى سمك طالع من البحر بقى كده بيلعب. السمك ده انا جبته من السوق ومنضفاه وغسلاه وحطاه في الفريزر. بس طبعا طلعته النهارده افيكو طبعا، وغسلته تاني بخل وليمون تاني. طب هتعملي ايه؟ عملت ايه؟ طبعا انا ركنت السمك دلوقتي، واول حاجه عملتها ان انا هبدا اعمل الصلصه بتاعتها، اجهز الصلصه بتاعتها. انا بقول لكم حطوا لايك، حطوا لايك. جبت بصله وحطيت نقطه زيت او شويه زيت صغننين، لان طبعا السمك هيبقى فيه زيت، ما بلاش نكتر من الزيت قوي. وبعدين حطيت، عملت البصله شوحتها مش حمرتها قوي، انا اديتها نص تحميره كده تشويحه. وكنت ضاربه طبعا الطماطم في الخلاط، طريقه سهله جدا يا جماعه لاي عرض. طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين وكلكم بتعملوها حلو جدا. انا بس بديكوا زيت معلومات، ناخد من بعض، انا اخد منكم حاجه، انتوا تاخدوا مني حاجه، عادي يعني، احنا كلنا اخوات. كنت ضاربه الطماطم في الخلاط، وقمت حاطه الطريقه دي طريقه اسكندراني. وقمت حاطه الصلصه، تمام. وهسيبها بقى ايه تتسبك. طبعا يا جماعه السمك بيبقى فيه ملح، ناخد بالنا السمك بيبقى فيه ملح. بس احنا بنحط نطره ملح صغيره جدا، يعني ممكن نقول نص معلقه شاي صغيره. بنحطها ملح عشان برضو الصلصه برضو يبقى فيها ملحها. بس ما بنكترش في الصلصه ملح قد كده، لان احنا اوريدي السمك بيبقى فيه ملح. حطيت هنا حبة صغيرين جدا ملح، صغيرين جدا. يعني بمقياس مثلا نص معلقة شاي ملح او اقل كمان، لان السمك بيبقى فيه ملح. واسيبها كده. طبعا والله العظيم شكلها جميل جدا، بسم الله ما شاء الله يعني. وبعد كده اركن بقى الصلصه. انا سبتها تستوي، لازم اسيب البصل الصلصه تستوي كويس وتتسبك كويس، والبصله تستوي تمام، واركنها على جنب. هنا بقى الدقه بتاعتنا عباره عن ايه؟ فلفل اخضر، فلفل احمر، توم. ده التوم الجديد يا جماعه، يعني الواحد بيقشره زي البصله كده عادي، تمام. واضرب في الكبه، وضربتهم في الكبه، يبقى فلفل احمر، فلفل اخضر، توم. بس ده اللي انا حطيته في الكبه وضربته. انا عايزه اقول لكم كانت الريحه فظيعه، الريحه كانت جميله جدا جدا جدا. وبعد كده بطلعهم من كب، بحطهم في طبق، وابدا بقى اتبلهم بالملح والتوابل بتوعي. انا بحب اشطشط الحاجه، بس انا قلت عشان انا عندي اطفال ربنا يخلي ويخلي لكم، ما بشطشطش الحاجه قد كده. حطيت ملح وحطيت كزبره وحطيت كمون. هنا كنت بدور على الكمون ما كنتش لاقياه، بس لقيته هناك جنب على الحوض يعني. فلاقيه وقمت جايبه حطيت. يبقى التتبيله عندنا فلفل وتوم، فلفل احمر وفلفل اخضر وتوم وكمون وكزبره وعصرتين ليمون. انت عايزه تكتري حطي بقى شطه، تحطي تتبيلات تانية من عندك، توابل سمك. انا مش بحب الحاجات دي، ما بحبش توابل الفراخ، بحب طعم الحاجه هي. بحب التوابل بتاعتنا المصريه العاديه جدا. وابدا ان انا هنا اشرح السمكه من ناحيتين، والله حتى الباقي ما كملتوش تشريح يعني. انا عملت كده اصلي في صلصه، مش يعني كده كده هيشرب من التتبيله. فتحته من الجنبين كده، مش كله برضو. وقمت حشياه بقى الحشوه بتاعتنا الجميله دي، ولا كانت ريحتها فظيعه جدا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وقمت متبلاه كله. طبعا انا بسرع لكم الحاجه شويه عشان ما تزهقوش مني وتملوا. وجبت شويه دقيق من غير لا بقسماط ولا اي حاجه تخلي الحاجه تقرمش، احنا هنعمله بصلصه. فالكلام ده لو احنا هنقليه ممكن نحط على الدقيق بقى اللي هو بقسماط حاجات من دي، انما احنا هنا هنعمله في صلصه، فعايزينه طري. فقمت جايبه هنا وحمرته، برضو ما بحمروش قوي، خدي بالك معايا ان السمك اللي بيتحط في صلصه ما بحمروش قوي. عايزه تحمريه انت حمريه عادي، بس بديله نص تحميره، لان هو كده كده هيتحط في الفرن، وكده كده يعني هياخد على النار شويه، فكده كده هيستوي معانا ان شاء الله. وهي كانت بسم الله ما شاء الله سمكه كبيره، الله اكبر. هنا الصلصه عندنا بدات تتسبك. هحط لها بقى كوبايتين ميه، عشان انا برضو عايزه صلصه، عيالي بيحبوا صلصه، وعايزه السمكه تشرب منها. وهي النار ولا عليها عادي، واسيبها تغلي. وهنا بقى طلعت السمك بتاعي، تمام. زي ما انتم شايفين انا عاملاه لونه يعني مصفر شويه. لو وصلت لحد هنا بالله عليك يا شيخه حط لايك، بالله عليك حط لايك. انا عارفه انك بتتفرج عليا وانتوا صايمين دلوقتي، حط لايك. وندعي لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم يا رب العالمين. طبعا هنا بقى جبت الصلصه بتاعتي وحطيتها على النار، كانت استوت، بس انا حطاها على النار ليه؟ عشان هنزل السمك بقى.
بولع عليها النار وبنزل السمك عليها، وعشان بديها غلوه، بدي السمك غلوه لمده دقيقتين. ليه يا ايمي؟ عشان يشرب من الصلصه بتاعته، يشربوا من بعضهم. وقمت جايه كده حطيت الصلصه على، وقيت احط الصلصه على وش السمكه ومولعه النار. مولعه النار بس ما بسيبوش يتهري، لان كل حاجه مستويه، الصلصه مستويه، السمك مستوي. انا بس لمده دقيقتين بس كده يتشربوا من بعض، ليس الا تشربيهم من بعض. تمام. وبعد كده بقوم جايه بقى مولعه الشوايه. معلش انا كنت هنا بصور نفسي، كنت مشغله الرينج لايت، فيعني سامحوني على التصوير. انا بس كنت عايزه اقرب لكم الحاجه تشوفوها من قرب. تمام. وانا جايه بقى دلوقتي هعمل ايه؟ حطوا لايك، حط لايك. حط لايك. المهم بقى ايه، هنا في الوقت ده بقى دقيقتين 3 دقايق كده خلاص، ولعت الشوايه بتاعت فرن البوتاجاز ودخلتها عشان اديها بقى احلى وش. ما شغلش الفرن يا جماعه، مش مستاهله، لان هو كل حاجه زي ما قلت لكم مستويه. هي الشوايه فقط. عايزه تعمليه على الجنبين اعمليه، على جنب واحد اعمليه. هنا زي ما انتم شايفين السمك كان انه فراخ مشويه يا جماعه. والله العظيم والله العظيم كان طعمه بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. كان طعمه خرافه. والله والله يا جماعة بسم الله الله أكبر. شايفين المنظر؟ والسمكة مستوية جدا من جوه، ولا نية ولا حاجة. أنا بفتح لكم حتة اهوت عشان تشوفوها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نصيحة مني، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا 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 جدا. ولو عندكم أطفال هياكلوا منها، لا حراقة ولا أي حاجة.